خليني اقولك على مهاجم يقدر يعوض ايزاك في نيوكاسل وكمان يكون خيار للمستقبل في شتوتجارت وفي وسط زحمة النجوم اللي طالعة من البوندسليجا. في مهاجم لسه عمره صغير ولكن عينه كلها شرار وعينه كلها قوة. اللاعب ده هو ويلتمد. ويلتمد عنده 22 سنة، هو مش مجرد مهاجم عادي، هو عنده قوة بدنية ورؤية للملعب بتخليه يقدر يلعب كمهاجم صريح او خلف المهاجم. مهاجم يعرف يحول ازاي نص فرصة الهدف. في شتوتجارت هناك حاطين عليه امال ضخمة انه يكون احد اعمدة الفرقة الهجومية في السنين اللي جاية. لو بصيت معايا هتشوف تحركاته بدون كرة، هتشوف ازاي بيفتح المساحات لزمايله، ازاي لاعب عنده ذكاء هجومي مش طبيعي. مع كل لمسة بتحس ان في نجم جديد قصادك. من ريحة الناس الكبيرة، من ريحة الناس العالية. خليني اقولك ان بعد كل اللي انت سمعته ده كله، فقيمة التعاقد مع اللاعب 30 مليون يورو بس. وده اللي يقدر اي نادي في العالم ان هو يتعاقد مع اللاعب بالمبلغ ده. فرصة كبيرة لنيوكاسل وتوتنهام، فرصة كبيرة لإشبيلية وبرشلونة في الدوري الأسباني، فرصة كبيرة لكل الأندية اللي محتاجة مهاجم في خلال الانتقالات الجاية دي. بنسبة كبيرة بعد الانتقالات الجاية دي، لا إما اللاعب مش هيبقى موجود في شتوتجارت وهينتقل لنادي تاني، لا إما القيمة التسويقية للاعب هتعلى ممكن توصل ل50 أو 60 أو 70 أو 80. فيا حظه يا هناء اللي يقدر ان هو يستقطب اللعيب ده في